بس قبل ما نبدا يا ريت تدعم الصفحه وتعمل شير وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الحلقه. هنتكلم عن سحر الفودو. هو بيتعمل وبيتدفن في المقابر، بتحصد ارواح الجزائريين. طالما اقتصرت ادوات السحر عندنا على التقنيات المحليه زي الحنه والماء المرشوش، بس لما المهنه اتطورت فهم عايزين يكبروا الزباين، خلت السحره يستعينوا بالخبره الاجنبيه عشان خاطر يطوروا من نفسهم. تخيلوا زيها زي الكوره، عشان يدخلوا ادوات شعوذه جديده للجزائريين والتنكيل بحياتهم. فابتدينا نسمع عن حاجه اسمها سحر الفودو، اي سحر الدميه والمجسمات. ان لما بيحصل عمليه تطهير المقابر بيلاقوها في قبور الموتى محطوطه معاهم عشان خاطر يخلوا الاحياء يلحقوهم ويعني يموتوا. وعن طريق الدميه اللي بتدفن مع الميتين دي لو ما ماتوش يجي لهم امراض ويتعبوا اكتر. ايه هو سحر الفودو وايه هي اخطر حاجات منه؟ ايه هو سحر الفودو ومخاطر سحر الفودو؟ جبنا الاجابات من معيشه عاشوها الرقاة. هي ادوات بتستخدم في سحر الفودو زي الاغلال والسلاسل والحبال. الدجال بيمسك دميه او تمثال صغير بين ايديه وبيجيب ابره وبيحطها في حتت متفرقه في الدميه دي. بيكون الدجال شخص معين عايز يتعبه بيربطه بالدميه دي، فلما بيحط الدبوس في الدميه بيأثر في الشخص المسحور. يعني بيحس في اي مكان بيتحط فيه الدبوس بيحس بالوجع فيه في جسم الانسان. واحنا شفنا المشاهد دي في الافلام الاجنبي والافلام المصريه. والنوع ده من السحر بيسمى سحر الفودو. ويوضح الراقي اسمه لمير بالعيدي، والسحر ده معروف من عهد الفراعنه واشتهر به الافارقه. والسحر ده وصل امريكا عن طريق تجار الرقيق، وصل لاوروبا واستراليا وبعض دول اسيا زي الصين واندونيسيا والهند وغيرها من دول العالم، وكمان وصل للدول الاسلاميه للاسف، ومن بينها الجزائر. زي ما قلنا هي عباره عن دميه او تمثال يتم صنعه على هيئه الانسان المراد سحر، وبيربط خادم السحر في جسم الضحيه مثل الخيال لها او الحاق الاذى بيه عن طريق اذيه الدميه، اللي هي دايما لازم يكون فيها شيء من اثر المسحور. وبيتلف على الدميه بعض الاربطه والعقد السحريه في نقاط معينه في جسم الدميه زي الرقبه والكتفين والمرفقين والاصابع والركبتين واصابع اليدين والركبتين القدمين والعمود الفقري. وهذه العقد ليها مسميات مختلفه، هي اغلال على الرقبه وسلاسل في الايدين وحبال للقدمين. وهذا السحر عن طريق صلب الانسان على اعمده خشبيه لكي لا يبرح مكانه او يدفن في مكان ما او يعلق بشكل هوائي. تعالوا اقول لكم ان الدميه دي تبقى معموله ازاي عشان تستخدم في سحر الفودو. هي بتكون مصنوعه من القماش او البلاستيك او الخشب. وضح الراقي ان الدميه في سحر الفودو ممكن يتم صنعها من اي حاجه، يعني في متناول اليد من القماش والقطن او القش والخشب، وتترسم على هيئه انسان ونلبسها ملابس من القماش. دايما الساحر بيكون يخليها شبيهه للشخص المراد سحره عشان يكون التاثير اقوى. ودايما لازم يضاف اليها حاجه من اثر المسحور، اذا كانت حته من شعره او بقايا اظافره او دمه او حتت من ملابسه، وحاجات كتيره ممكن تستخدم من المسحور. وساعتها الدجال بيجيب الدميه دي بيقول عليها ترانيم وشويه تمتمه سحريه وشويه طلاسم عشان يأثر على المسحور اذا كان بالتفريق او بالتمريض او بالموت. وكمان ممكن عروسه في سحر الفودو تتعمل من الشمع بس برضه تترسم على شكل جسمه او هيئه المسحور، وبرضه تدفن في المقابر او تترمي في اماكن بعيده او اماكن خبيثه عشان ما حدش يوصل لها ويفضل السحر مربوط بالمسحور. وبتستخدم في حاجات كتيره زي الربط عن الزواج والكلام والفشل في العمل. عشان كده سحر الفودو من اخطر انواع السحر، كما اكد الشيخ عبد الرازق اليونسي راقي شرعي ومختص في الطب البديل وكان اصله افريقي، ان سحر الفودو ده معتمد كدين في بعض الشعوب الافريقيه. وقال اعراضه انها تتمثل في الاحساس بالمرض والام متفرقه في الجسم وكثره الكوابيس وهو نايم عشان بيتسلط الشياطين على جسد المسحور باشكال مخيفه. اما خطر سحر الفودو بيختصر فيه الاحساس بالجنون والارهاق والخوف الشديد. واضاف الشيخ كمان ان هو اتصادف كتير بحالات ممسوسه او معمول لها سحر الفودو. اخرها جات له امراه بتشتكي ان في الام في جميع انحاء جسمها، مش عارفه تنام من كتر الوجع ده، وراحت كتير جدا للاطباء بس مفيش فايده. ولما قرا عليها حضر الخادم عليها وقال ان هو معمول لها سحر من سحر الفودو، واللي هو اتعلق واتربط في دميه، وبعد تعذيبه بالقران الكريم استسلم وخرج من جسدها وشفيت بفضل الله وحمده. احنا قلنا ان السحر ده خطره عظيم جدا، زي ما قلنا ان سحر الفودو بيستخدم على الربط عن الجواز او التفريق بين الزوجين او فشل العمل وامراض المسحور. وساعات السحر ده بيتعدى حدود ان هو يوصل انه يقتل المسحور في نفس اللحظه، ده عن طريق حرق الدميه او التمثال او دفنه مع ترديد بعض الصيغ السحريه. عالج نفسك بالرقيه الشرعيه والطب النبوي. اما علاج سحر الفودو كما يؤكد الشيخ عبد الرازق فبيكون بالرقيه الشرعيه والتحصينات المشروعه، والافضل من ده كله هو بيقول ان هو لو عرف مكان الدميه دي هتبقى اسرع للشفاء. وبيشدد على ان هو دايما يبقى فيه مداومه عن التحصين باذكار الصباح والمساء وعلى الصلاه في وقتها مع قراءه ورد من القران كل يوم والابتعاد عن كل ما حرم الله. يبقى احنا كده في الاخر نوصل ان سحر الفودو عشان نخف منه او اي سحر تاني نتقرب الى الله، نصلي الصلوات في اوقاتها، نلتزم باذكار الصباح والمساء، نتقرب الى الله، نبعد عن اي حاجه ممكن تضرنا. اول مره بتشوفني يا ريت تعمل سبسكرايب وتعمل شير وتفعل الجرس وانتظروني في الحادثه.